المقابله هذه سبيسيال شويه، اللي ديربي مغاربي، زوز فرق يعرفوا بعضهم كوم الفو، تقابلنا معاهم قبل. دونك باش يكون اكيد ماتش صعيب، وديما في المواجهات هذوما جزئيات هما اللي يحكموا في المقابله. شوك بين نحن والجزائريه ديما باش يكونوا صعاب، ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم، تعرف تبدا الفيكتوار معناها من اول ماتش تسهل عليك بقيه الباركور. فريق ستيف نتصور انه معناها باش يعطي كل ما عنده باش يباغت الترجي، احنا عارفين الشيء هذايا، عاملين معناها تحضيراتنا الكل على الاساس على الامور المعنويه والذهنيه. ان شاء الله الفريق يكون جاهز ونخلق الفرص ونسجل. الترجي التونسي فريق كبير وعريق، ما احنا فريق وفاق ستيف لا يستهانوا به كما يقولوا. احنا اشقاء خاوه، رانا نشوف بعضنا وخويا بربي ان شاء الله فيكتوار لينا. انا ستيف ديما نربحوا فيها، راه ستيف سهله، نحن غول افريقيا راه. الترجي ديما في الديربيات حاضرين بحول الله، ديما حاضرين. خوبا يكملوا 3 بوان هذوكم الفايده، وان شاء الله في الاخر في الشامبيونز ليج ان شاء الله بقدرة ربي تيتروات الكل باش نهزوها. الترجي يا دوله. عمري مبروك عليك كامبيوني ترجي غلا فيك. دوري المجموعات يعني حاجه عاديه ولات عند جمهور الترجي ان نحن نخرجوا من دوري المجموعات، يعني كالعاده دومي فينال من وقتها نبداو نحكيو على رابطه الابطال. نحن تو دوري المجموعات نهزوا لي 9 بوان بتاعنا يلزمنا في تونس ونجيبوا 3 بوان من برا. الترجي وحدها اليوم ان شاء الله. الشامبيونز ليج عندها سنه اكيد. قلت ربي والله حاره ان شاء الله. الترجي مسانسه بالبارتيات هذوما، وستيف سبقنا ب5 ماتشات قبل، ان شاء الله مربوح هكا. ستيف باش تخرج صابونها نظيف، هذا من عند شاب الرزقي وتذكروه بعد البارتيه. عايش خويا. لأول مرة في تاريخ المواجهات بين الترجي وفاق ستيف يتمكن الفريق الجزائري من الإطاحة بزملاء بن شريفية. أبناء كرول ما كانوش في نهارهم ومروا بجانب الحدث، أخطاء دفاعية بالجملة وهجوم غايب جعل الترجي يضيع 3 نقاط في مستهل مشواره بدوري المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية، الشيء اللي يخلي المكشخة مطالبة بالتدارك في المواجهة المرتقبة أمام أهلي بنغازي الليبي، فبالتوفيق للأحمر والأصفر. دخلنا المباراة مش كما يلزم على الاول، بعد فقنا يعني كما نقولوا مخر شويه، رجعنا بعد يعني مركنا الاول وجاتنا برشا فرص، جاتنا يعني فرص تينانا وزوز بلنديات ما حبش يعطيهم لنا. الذكور اللي وصلوا للجول معناتها جسمهم معناتها كانوا عندهم ريوسيت كبيره، واحنا خلقنا ظل برشا فرص معناتها وما جسمناش على غالب. معناتها حبينا ناخذوا 3 بوان تاعنا في بلادنا وحبينا نفرحوا جمهورنا. الكرة كانت سهله كنت نجم ناخذها، ما خليتها قلت على الاقل معناتها نهزها للشارع الاخرى، معناتها لا تكون في بيش بي اللي هو ورايا معناتها. دونك صارت معناتها صار المتسائلين على غالب، تحمل المسؤوليه هذايا ونعتذر معناتها من صحابي وجمهور الاسبيرونس، خاطر ظل الواحد معناتها يحب يعمل كل ما عنده باش يفرح الجمهور. يصيروا هكا دي ديفايونس انديفيدويل، ما زلنا في اول باركور،
يلزمنا توا وين نتلموا على بعضنا ويلزمنا توا وين ناخذوا من بعضنا الناس الكل. Nous ne sommes pas bien à notre niveau en défense, même pas uniquement la défense, nous donne trop l'espace à notre adversaire de lâcher jouer. Mais je pense eux sont plus compétitifs de nous, plus agressifs de nous. Ça manque, c'est haute vie. C'est une défaite qui est positive, ça nous pousse à voir qu'il y a des choses encore à régler, qu'on doit régler encore si on va aller loin dans cette compétition. Et j'espère qu'on va vite les régler et dès le prochain match, on va chercher des points. Les points que tu perds à domicile, il faut aller les chercher à l'extérieur. Donc voilà, il nous reste encore des matchs. On n'est pas mort pour autant. On a des matchs et c'est là qu'on va avoir la force du groupe de l'espérance, c'est-à-dire réagir. On fera les comptes à la fin.